نسألك يا ربنا في هذا الشهر الكريم أن تجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وأن تجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة وحوائج مقضية. اللهم اكتبنا من الناجين واكتبنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان العشاء. يرفع نداء الحق فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من ساحة مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن صحابة أجمعين في مدينة القاهرة. رفع نداء الحق فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان شهر الانتصارات قديما وحديثا، فمن غزوة بدر وفتح مكة وعين جالوت إلى العاشر من رمضان، فما أحوجنا أيها الإخوة المؤمنون إلى انتصار على النفوس فتقبل الحق وتتبع سبيل المصلحين. ما أحوجنا إلى انتصار على النفوس بكسر غرورها وكبح جماح شهوتها. الآن أيها الإخوة المؤمنون يقام بصلاة العشاء
التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد
أمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أدينا صلاة العشاء خلف فضيلة الدكتور يسري عزام، ونحن هنا في رحاب مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في مدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي، لا تحرم نفسك هذا الأجر والفضل، واعلم أن تحقيق آمالك مرهون بمشيئة ربك ومولاك، فقم لله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا. الآن أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ صلاة التراويح خلف فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أدى المصلون هنا في ساحة مسجد سيد عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بمدينة القاهرة 4 ركعات من صلاة التراويح خلف فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذه الليلة الرمضانية المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان يفيض فيه عطاء الله وخير الله على الأمة المحمدية، ومن ذلك إجابة الدعاء للصائم دعوة لا ترد. فاحرص أخي الكريم أن تكون صائما بحق. احرص أخي الكريم على أن يكون رزقك حلال. وتذكر يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كن يا أخي الكريم على يقين بالإجابة، إما بالتعجيل وإما برفع بلاء وإما بادخار ليوم القيامة. وخير الدعاء ما كان لحاجة، فسل الله الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، تحت عنوان رمضان والدعاء يحدثنا فضيلة الدكتور أحمد محمد عوض، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله يفعل ما يشاء. بسم الله بركة وشفاء. بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا راجي الناس رب الناس موجود، فالجأ إليه فمنه الفضل والجود. واقصده دوما تجد في باله فرجا، والخير في ساحه والعفو ممدود. يا راجي الناس في خوف وفي أمل، هل يقصد الخلق والخلاق موجود؟ باب الكريم لمن ناداه منفتح على الدوام، وباب الناس موصود. فارجع لمولاك في عسر وفي يسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا
وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الأكارم، استوقفتني هذه الآية من أواسط آيات الصيام، إذ يقول مولانا من قلب سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا نتساءل: يا مولانا، آية الدعاء وسط آيات الصيام، تلك إشارة قرآنية أنك أيها الصائم لك أثناء صيامك دعوات لا ترد. آية الدعاء وسط آيات الصيام، ويصدق هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ثم هناك فرق بين أن الصائم له دعوات حتى يفطر وحين يفطر. فرق بين حتى وحين. حتى يفطر بمعنى أنك لك من أول صيامك إلى إفطارك دعوات لا ترد، بل قال الأئمة من أول صيامه من شهر رمضان إلى فطره يوم العيد دعوات لا ترد. نعم، لا تضيق واسعا. ثم حين تفطر لك دعوات لا ترد. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للصائم عند فطره دعوة ما ترد. نعم، الدعاء سلاح، الدعاء مخ العبادة كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة، الدعاء لب العبادة وأساسها. اقرأ من سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هناك في سورة البقرة فليستجيبوا لي، وهنا أستجب لكم. فليستجيبوا وأستجب، والمرء بين هذا وذاك لا بد وأن يكون سريع الاستجابة، لا بد وأن يكون سريعا في طاعته لمولاه، يلبي طاعة ربه ولا يؤجل ولا يسوف، وإنما لا بد وأن يكون صاحب همة عالية يدعو الله سبحانه وتعالى بيقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال مولانا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم هناك أسباب الاستجابة في الدعاء. تدعو لأخيك المؤمن يحقق الله سبحانه وتعالى لك بمثل ما دعوت لأخيك. ثم تتحرى الحلال. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولا زال حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نتحرى الأوقات وأن نتحرى الأماكن لاستجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. دعوة لا ترد كما علمنا حبيبنا حال نزول المطر عند الصالحين. هنالك دعا زكريا ربه لما رأى الصلاح، دعا الله تعالى. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة
الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم في وقت السحر حين ينام الناس وأنت وقفت بين يدي مولاك تدعو وتبتهل وترجو، ومولانا يقول: ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترحم، ألا من مسترزق، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، وبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا، تقبل صيامنا وقيامنا، خذ بأيادينا إليك يا الله، أخذ الكرام عليك يا مولانا، اعف عنا وعن والدينا يا عفو، اعف عنا يا الله، اعف عنا وعن والدينا وأولادنا وأهالينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا تصرفنا بفضلك يا مولانا إلا وقد جبرت خواطرنا، إلا وقد حققت مرادنا بفضلك يا الله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة المؤمنون، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا موكلا بيا أرحم الراحمين، ما من عبد يقولها 3 مرات إلا قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحت عنوان رمضان والدعاء، حدثنا فضيلة الدكتور أحمد محمد عوض، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة هذه الليلة الرمضانية المباركة. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر برحمته إنه أرحم الراحمين. الآن يتم إخوانكم المصلون هنا صلاة التراويح خلف فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا
القتل إنه كان منصورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.
كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أتم المصلون هنا في رحاب مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين 8 ركعات من صلاة التراويح خلف فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، حيث نعيش هذه الليلة الرمضانية المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مما يجب على الإنسان في شهر رمضان